إيه هاي، مساء الخير، عامل ايه الاخبار؟ تعال عايزك في موضوع، لا كلمتين هنحل مشكله بسيطه على السريع. انتي عملوا لها استدعاء ولي امر في الوزاره مش في المدرسه. يا نهار ابيض، عمرها ما حصلت في التاريخ. يا ساتر يا رب، خير اللهم اجعله خير يا رب. في الوزاره مره واحده؟ دي عملت دي شربت مخدرات؟ القصه وما فيها ان بنتي كان نفسها تاكل ايه في المدرسه؟ بطارخ. يا فندم، كان نفسها تاكل ايه؟ معلش، من بطارخ اللي هي بتاعت الرنجه دي؟ ليه؟ هي نفسها قايمه عليها ولا ايه؟ كنت جايبه رنجه امبارح على الغدا، فقالت لي يا ماما انا عايزه اكل البطارخ ديت معايا في المدرسه. عيله ونفسها في حاجه، يعني هحرمها من الحاجه اللي هي عايزاها؟ ودي تيجي ده كلام؟ نحرم بنتنا؟ ازاي نحرم بنتنا تاخد اللي نفسها فيه؟ الموضوع وقف عند الوزاره بس ولا جابوا امين شرطه؟ المهم رحت جايه حاطه لها البطارخ في اللانش بوكس، وحطيت لها معاها كام شريحه طماطم كده، وقلت بقى احبش لها الاكل. حطيت لها بصلايه خضراء، والرنجه طبعا او البطارخ ما تمشيش من غير ليمون. حضرتك في ايه يا استاذه؟ حضرتك واخدانا معاكي جامد جوه الاكل ماله اليومين دول يعني؟ في ايه بعدين حاجه مش لايقه على اللانش بوكس حضرتك حشره ايه في اللانش بوكس؟ مش نافع. طبعا الاكله ديت مش هتنفع من غير ايه؟ عيش بلدي. ما ينفعش معاها فينو، احط لها فينو يعني معاها؟ كلام الناس تقول علينا ايه؟ ناكل مع الرنجه فينو؟ لا طبعا بياكلوا مع الرنجه عيش هو بنت حضرتك عندها 33 سنه او حاجه يعني؟ هي متاخره في العلام. ما ينفعش. والمثل بيقول لك ايه؟ كل اللي يعجبك كل بس اللي ما يعجب الناس. هي عايزه تاكل كده، هم مالهم؟ انا عارفه يا اختي هم مالهم فعلا، والله الناس بتخش في حياه الناس بطريقه ده، كل الناس انا مش هم طلبوا لانش بوكس جبناه، نحط فيه ايه؟ ما يعني دي بتاعتنا بقى. طب حضرتك ما بعتيش كوفرتايه معاه يفرشوا على الارض كده تحت السبوره، يقعدوا الولاد ياكلوا لقمتين اهو، يبقى عيش وملح. المهم رحت جاي قافله لها اللانش بوكس، وقلت بقى الاكل ديت ما ينفعش تشرب وراها عصير. رحت جاي عامله كوبايه شاي، ورحت جاي ايه مقلبها لها وحلتها لها كويس عشان هي بتحب الحاجه مسكره. سيدي يا هو ده الكلام الصح بقى، وده شغل اللانش بوكسات بقى. طب ما نبعت معاه مثلا علبه معسل، لو باكو معسل بقى، عشان ما هو ده الصح بقى، وتنام شويه ومخده، وتنام شويه في اخر ديسك ورا. السخن دوت بياخد كوبايتين اتنين. رحت جايه حطاهم لها فيها، وقفلتها كويس، وحطيتهم لها في اللانش باج بتاعها، وخدتهم معاها المدرسه. ايه اللي حصل يعني؟ انا فاهمه يا اختي، انا فاهم هم مكبرين المواضيع ليه يعني مكبرين البنت ما عملتش حاجه، ده خدت حاجه، ده فطار ما فيهاش حاجه انا عارف. احنا ملناش بقى لانش بوكس. بقى عشان ننهي بقى احنا نرجع للكيسه زمان. كيسه ده هي بقى لو رايحه بكيسه كنا حاطين الاكل ده ازاي بقى؟ كنت حبيتيه انت بقى في العيش ما تعقدوناش، ما تعقدوا ليه بقى؟ ليه ندم المدارس على الطلبات اللي بيطلبوها؟ مدير المدرسة رفض ولادي أسبوع وبعت لهم جواب بإحضار ولي الأمر كل ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. خير اللهم اجعله خير. هي فره ولا ايه؟ ليه يا اولاد؟ ليه استدعاء ولي امر؟ عملوا ايه الاولاد؟ ده بسبب اللانش بوكس، عشان حطيت لهم في اللانش بوكس ملوخية ورز ولحمة. احنا ايه؟ معلش عشان انا بتخض حطينا لهم ايه ملوخيه ورز ولحمه؟ دي مائده رحمن. الولاد كانوا صايمين؟ عيالي بيطلعوا الصبح الساعة 7:30 من البيت، ما بيرجعوليش إلا ساعات يعني في أيام بيرجعوا لي فيها الساعة 5:30 المغرب. لا معلش، معذره سيدتي، ده مش مبرر، ده مش مبرر ابدا ان احنا نعمل العمله السوداء دي. وبعدين الملوخيه الدلدق. لأن بيبقى عندهم دروس بعد المدرسة فما بيلحقوش يرجعوا، فبديهم الصبح بشربهم كوباية حليب وبديهم سندوتش في إيديهم يفطروا هما ماشيين. كفايه يا بوس رجلك، انت حسستيني ان احنا مقصرين مع الاولاد عندنا والله العظيم. يعني ملوخيه ورز ولحمه بعد الفطار؟ بس بقول لك ايه، اللهم صل على النبي، يعني الرز مفلفل والاكل شكله، بس الملوخيه كده ممكن تسقط على ما الولد يوصل. ورحت جايه كنت عامله رز وملوخيه، الاكل اللي انا كنت عاملاه، فقلت ياكلوا يعني يطلعوا في الفسحه ياكلوا لقمه تقوتهم علشان يقدروا يكملوا اليوم. نكملوا اليوم؟ ده احنا ما كانش في حد بيعبرنا والله العظيم. هو سنكوشت جبنه بيضه ولا شفنا غير والله العظيم. كمان هم الولد شغال في حاجه ولا دي صباحيه الولد او حاجه؟ الولد شغال مهنه جامده ولا طمنيني. انا بيتي مش جنب المدرسه، فحطيت لهم من الاكل الموجود. انت عماله تقولي مبررات وانا مش قادر اقتنع. يعني انا نفسي اتعاطف مع، مش لاقي. طب الولد بلغ يعني، انا مش لاقي حل. انا قولي لي حاجه اصدقك. لو عامله محشي هحط لهم، لو عامله مكرونه بشاميل هحط لهم. لازم ياكلوا. لا اله الا الله يا ستي، ما قلناش حاجه والله العظيم. ما اطفال لازم ياكلوا، لسه في مرحله نمو. بس مش ملوخيه ورز ولحمه ليه؟ اديهم فراخ بانيه، مع ان ده كان في الزمن بتاعنا مثلا كان يعتبر من مسامه الحاد، بس مالها الفراخ البانيه؟ هيقضوا اليوم كله سندوتشات ويرجعوا يبقوا يا دوب يكتبوا الواجب ويناموا. حطيت لهم عصير لبن بالفراوله. ايه ده؟ معلش، لا ازاي بقى؟
ازاي لبن بالفراوله بقى؟ اقنعيني بقى. الواد واكل رز وملوخيه ولحمه، نحط له لبن بالفراوله ازاي؟ باكل شاي اخضر، شويه قهوه، كنكه قهوه مع الولد هناك عشان برضه ما ينامش، يصمد بعد الاكل ده. وحطت لهم وهم على فكره الاتنين بياخدوا شبه بعض طبعا. طب ما فيش حتتين مخلل بقى؟ نرمي حتتين حبيتين مخلل جنب عشان الولد يستمتع بالبتاع. اصحابهم شافوهم قعدوا يتريقوا عليهم. المس قالت بتشوف في ايه، لقيت اللانش بوكس، راحت منزلاه للمدير، راح المدير رفدهم اسبوع. بذمتكم انا غلطان؟ لا يا اختي انت مش غلطان، احنا اللي غلطانين، احنا اللي انت مدخلانا في مشاكلك ليه؟ انت مدخلانا في مشاكلك ليه؟ والراجل عمل لهم استدعاء وليه؟ احنا ذنبنا؟ ما لازم يستدعيكي، ما يشوف العيال جايه له برز وملوخيه ولحمه، ما لازم يشوف المصدر، يشوف ماما انت مدخلينا في مشاكلك ليه؟